ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا عبير ودي قناتي، قناة اشهى الاكلات. انا جايه لكم النهارده بريفيو حلو جدا هيعجبكم قوي. دي ايه يا عبير الجمال والحلاوه دي؟ دي عجان سكاني. عجان سكاني، ايوه، انا جبت الكبه منه وعجبتني جدا وبقالها اكتر من سنه عندي، وما شاء الله جميله جدا هي. بصوا، هي ده 1400 واط. طبعا دي الرقم الكود بتاعها، ده الكود لازم انت يعني انت بتطلبيها بالكود بتاعها. ودي 8 رتل. الضمان سنة سنة يا جماعة. نفس الصورة مش هتفرق عن الحقيقة خالص، بل والله ما هتفرق. اكيد انا حطيت الاتنين جنب بعض، الكرتونة جنب العجان، ما فرقش خالص، اكنه حقيقي جدا، بجد روعة. وبطلعه معاكم اهوت عشان نشوفوه مع بعض اهو. يا جماعة والله انا مش اول مرة يعني انا اول تعاملي مع سكاني ديت كانت مكوى للشعر او مشط للشعر كهربائي. كان جوزي جايبهولي من الشركة وقلت له ازاي تجيب شحن وكده، الحاجات اللي بتبقى شحن دي ممكن تبقى رديئة ومش حلوة. لا والله طلعت جميلة جدا، واتصادفت ان هي سكاني زي المنتجات الكبة والعجان. لما جيت ابص على الكرتونة بتاعتها واتأكدت ان هي ايه نوعها، لقيتها سكاني برضو من نفس النوع، العجان والكبة كده اهيت. بصوا انا كنت طالبة 10 بس ما كانتش موجودة، 10 لتر. وحمدت ربنا ان ما كانتش موجودة، لان لقيت 8 لتر. جميلة جدا يعني الحلة بتاعتها. شوفوا انا يعني يا جماعة لسه يعني اول مرة انا اللي بفتحها، انا اللي بوريكم الحاجة، مفيش حد قال لي اعملي كذا ولا خلي كذا، فانا قدامكم على يعني على الطبيعة. ففتحت الزرار بتاعها ففتح معايا، لازم تسندي ايدك كده عشان ما تطلعش مرة واحدة. وانت بتقفليها برضو لازم تحطي ايدك عليها بالراحة كده، عشان ما تتسبش ان انت تفتحيها وتقفليها تطلع لوحدها وتنزل لوحدها كده، يعني لازم تسنديها. كده هي الحلة ومحتويات العجان طلعته. شوفوا الحلة قد ايه جميلة وقد ايه واسعة. الحلة دي على فكرة يا جماعة تاخد اكتر من 4 كيلو دقيق، بس طبعا انت مش هتحطي فيها 4 كيلو دقيق، اوعي. انت يوم ما تعملي اي معجنات، انا حطيت فيها كيلو ما بانش، كان في بصوا في الخطاف كده معمول حواليه كده يعني، ما كانش باين. بس عشان برضو ان انتي يعني تحافظي على الموتور بتاعك وتحافظي عليها. وطبعا هي لها قطع غيار، بس هي في الشركة بتاعتها في القاهرة. هي شركة جميلة جدا. السكاني دي كل حاجتها روعة 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 ورخيصة، يعني يعني حاجتهم رخيصة جدا وحلوة جدا. ويعني على حسب ما انا اتعاملت وجبت منها وشفت الحاجة اللي انا استعملتها، فانا بتكلم على بناء عن كده. ده الغطا بتاعها اهوت. ده طبعا انتي لو عايزة تحطيه عشان ما تعفريش الدنيا، وحاسه ان ممكن الدنيا تعفر عندك او هي تتبهدل، العجان يتبهدل من الدقيق، حطيه. حاسه ان انتي عارفه ان ممكن الحاجه دي مش هتبهدلك الدنيا، ما تحطوش عادي. انا عملت بيه مره اول يعني، وانا بعمل لكم ريفيو عملت معجنات، بس ما كنتش حاسبه لها خالص طبعا، بس انا ما طلعتهاش مع الريفيو ده. انا عملت له يعني فيديو لوحده. طبعا انا ما كنتش لسه يعني عارفه ان هي بتتعمل ايه، بيتحط الحاجه ازاي. طبعا بتحط الحاجه في الحله عادي زي ما انتي عارفه، اكنك بتحط في طبق او بوله او اي حاجه. ده الويسك بتاعها، المضرب. المضرب حلو خفيف، زي اي مضرب انت بتجيبيه. هو معروف عن المضارب بيبقى كده سلوك كده وطبيعي بيبقى خفيف، مش مش مثل الحاجات يا جماعه اللي هي تكون تقيله قوي والكلام ده، لا. الخفيه في حاجات كتير بتبقى ساعات حلوه،
ودي الخطاف جميل جدا. هو سلستين بس على ما اظن يعني اللي هو صلب يعني كده. وبرضو الكف ده بقى للعجين اللي هو زي البسكوت، الحاجات الغريبة، الحاجات اللي هي الدايبة دي اللي هي النواعم دي. اما الخطاف للعجين النواشف واللي هو المعجنات الناشفة اللي بتحتاج عجن كتير او كده. بس هي ريحتني جدا، انا كنت محتاجاها فعلا لاني عندي مشكلة في ايدي فعلا والله، وكنت محتاجة عملية. بس اما اخدت الحقنة في ايديا وكده الحمد لله. جيت على الحقنة شوية بس خايفة ترجع لي تاني واعمل عملية، فقلت لا لازم اجيب العجان. لا مفر من العجان. فبجد هو حلو جدا، بيشجعك ان انت تعملي حاجة حتى لو انت تعبتي في اي حاجة. ما تعبتيش حتى في العجن يعني، تعبتي في الوصفة بس او في الحاجة اللي انت هتعمليها، لكن في العجن لا. شفت السرعة قد ايه جميلة. دي سرعة 1 و2 وجيت على 3 بس يا جماعة ما كنتش عارفة اتحكم في الزرار فخفت، كنت ماسكاه بايديا. فهي لا هي جميلة جدا، هي 6 سرعات وجميلة ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب، اللهم بارك. ده الريفيو بتاعي ويا رب يكون عجبكم. هي بصوا جميلة ازاي، حلوة قوي بكل سهولة، ومحدش قال لي اعملي ولا خلي، وعملت معاكم وهعمل معاكم معجنات كل يوم وكل شوية. وبقول لكم باي باي، وما تنسوش في دعوة حلوة وحطوا اللايك. مع السلامة.